السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في القناه. الى عجبكم العمل ما تنساوش تشجعوني مزيان. شكرا بزاف للدعم تاعكم ونخليكم مع الفيديو. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. الفيديو نتاع اليوم فيرني نتاع هاد الابواب غادي نوري لكم النتيجه. فيديو خفيف ظريف. الى اتيحت لي الفرصه غادي ندير لكم فيديو طويل باش نوري لكم لي ديتاي. اذا هاد الفيرني هادو درنا لهم لا تانت نوايي اللي راني نضربها الان، لا تانت نوايي، ودرنا فوقها سيرفاسور زائد فيرني سيلولوزيك وزائد فيرني سانتيتيك مات. النتيجه كانت رائعه جدا. مراحل الفيرنال كنت عارفوها، لكن نقطة مهمة هي عملية الصنفارة. خاصنا نحكو الخشب مزيان، إلا ما حكيناش الخشب مزيان ما غاديش نحصلوا على فيرني مزيان. والمراحل الأخرى كنت عارفوها. نصيحة أخرى اللي ديما كنقولها بالنسبة لهاد الأبواب هادي اللي كيكون فيهم البري كادر، يعني الكادر كيكون عريض قابض على الحيط كامل. هاد البري كادر ما كيكونش مغروس في الأرض، كيكون فوق الفايونس، وبالتالي يقدر يشرب الماء. ما خاصناش نكثروا الماء، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه خاصنا نديروا لهم السيليكون لتحت فواحد الجو كيبقى ما بين الكادر والباب. خاصنا نديروا السيليكون بين الكادر والارض، خاصنا نديروا السيليكون باش ما يشربش الماء وما يكحالش الكادر من تحت. هذا هو العيب الوحيد في هذه الخدمه، اما هي كتكون رائعه جدا. اعتذر على التصوير اللي ما كانش واضح. الى اتيحت لي الفرصه غادي ندير لكم فيديو اخر يكون واضح ونوري لكم لي ديتاي اكثر. نتمنى تكونوا استفدتوا وديتوا شي معلومه ولو بسيطه في هذا الفيديو، وشكرا بزاف. شكرا بزاف على الدعم تاعكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع عمل جديد ونصائح جديده.